الراجل اللي انت ضربته ده يا ابراهيم، انا مش عايز عنف. يا باشا ده كان موجه المسدس ناحية راسي، ولولا إبراهيم كان زمانه قتلني. انت بنت حلال مصفي، اول مره حد ينصفني في الرحله اللي احنا طالعينها دي. يا باشا انا كنت رايح اجيب ايس كريم. راح ايه؟ راح اجيب ايس كريم مانجا. ايس كريم؟ اه. انت ابرد بني ادم شفته في حياتي. ليه يا باشا؟ متنيلين طالعين على الحدود والدوريات رايحه جايه ورايحين نجيب اسرى اسرائيليين، وانت راح تجيب ايس كريم؟ يا باشا انا نفسي مره واحده تنصفني وتشهد ان انا طلعت واد كده، نفسي. مازي ايفو اني مية تيم. الله، يوسي كارمي، ازيك يا كارمي؟ هو ده اللي انت ضربته؟ اه. والله لا حليلك بقك يا ده ابراهيم. ازيك يا كارمي؟ نجاة الله. انت تعرفه يا باشا؟ شوف الدنيا صغيرة ازاي. آخر مرة شفتك فيها على السي دي، ايه يا راجل حماس اللي كنت فيه ده؟ ده انت حيوان مش بني آدم. ده انت هتشوف ليلة سودة. سيد ناجي، انت مش قد اللي عم تعمله. انت عم تخطف ضابط من الشباك الاسرائيلي. تعرف انا هوديك فين؟ هوديك عند حبايبك حزب الله، هوصيهم يعملوا لك سي دي زي اللي عملوا لك رافي. ده انت شكلك شايل منه قوي يا باشا. الا شايل. اضربه على قفاه؟ لا مفيش داعي، ده اسير والمفروض يعامل معاملة الأسرى. ايه معامله القصر؟ نديله على قفاه. تسلموا يا ابطال. والله اخواننا المصريين بيظهروا وبيظهر معدنهم الاصلي وقت الشدايد. اللي عملتوه معجزه بكل المقاييس. القياده الحزبيه بتعرض عليكم تنضموا للمقاومه، بتبقوا معنا وما تفارقونا حتى نحرر الامه العربيه من العدو الصهيوني. لا معلش، خليها مرة تانية. تعرف الطريق طويل ولازم نرجع مصر بفلوس يعني بسرعة. احنا هنخرج من هنا ازاي؟ من هون للشام بالطريق الجبليه شي 100 كيلو تقريبا، يعني ساعه وربع بالسياره. الاوامر اللي اجتني من القياده اني امن رحلتكم لمصر سالمين غانمين. ازيك يا نضال؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. على فكرة أنا كنت قلقان عليكوا أوي. الحمد لله إن أنتوا رجعتوا بالسلامة. شكرا أوي يا حسن. أنت تعرفي إن أنا كنت بطل مصر في الوثب الطويل، وكانت أمنيتي طول عمري إن أنا أخش الأولمبياد وآخد ميدالية. بس أنا بعد ما عرفتك يا نضال، معنى البطولة نفسها اتغير في عينيا. أنا اكتشفت إن في ناس عمرهم ما خدوا ميدالية ولا شالوا كاس، بس قدروا يحققوا بطولات مفيش أي حد في الدنيا يقدر يعملها. وراح دفاع عرسيه يا ياضي عبد الجليل، الواد راح بارك على الارض. أبواي، لو كنت معاك يا ابراهيم، ده كانت الدنيا اختلفت. ده انا كنت وريتهم التبدع. ده كان زمان اسم عبد الجليل ده بيرفرف كده في اسرائيل ويرن. اصل بص، خبطه الروسيه دي ليها اصول، وانا الروسيات بتدرس عندنا في منشيه نصر وفي الدويقه. يا ابني اسمع، بص، اول درس مثلا تقوم ماسك اللي قدامك كده عفقه من كتافه، يقوم جاي له تنشن في كتافه، تقوم انت مركز في سنتر نافوخه وماسك نافوخه من ده وهابق عليه بدماغك، تقوم مفلوقه نصين زي الخروقه كده في الكره الشراب. يعني المهم اخدت على اخوانا ابو الكبات، يعني غدر. فرحان قوي ليه كده بقى؟ الرجوله والجدعنه يا ابراهيم انك تقابل خصمك راجل لراجل، تخبطه الخبطه من دي تقوم جايبه لمسه اكتاف زي المصارعه. لا بقول لك ايه يا تهامي، اوعى تفتكر يا حبيبي ان شويه العضل اللي انت نافخهم دول هيخيلوا علينا. ده كل ده امينو وان او مش عارف ايه والحاجات الهبله دي، واضرب في الحقن. ده انت تلاقي هرموناتك بايظه حبيبي. هرمونات ايه؟ انت بتكلم فرخه قدامك، انت هتصوت يا ابراهيم؟ انت عشان ضربت لك واحد فاكر نفسك هوجن؟ في ايه؟ بس بقى ايه؟ انت وهو في ايه؟ انتوا مش حاسين بينا خالص؟ ما عندكوش دم؟
انتوا فاكرين اليهود هيسيبونا بعد اللي انتوا عملتوه ده؟ اوف. هو زي المال مش مستمتع بالرحله معانا. مش عارف الواد ده من ساعه ما شفته كتيان في نفسه كده وبيهر كتير. كتيان في نفسه؟ هو كتيان في نفسه فعلا. والأسرى دول هتعملوا معاهم إيه يا أبو حسين؟ اسرائيل طالب البدل ونحن معنا مانع. رح نبدلهم ب 500 معتقل من السجون الاسرائيليه. يا الثمانية ب 500. شفت هلا قيمه العمل يلي عملته يا ناجي بيك؟ شوف كم عايز رح بتفرح فيه. طيب أنا ليا طلب عندك يا أبو حسين. امور يا ناجي بيك. في أسير بقاله 16 سنة معتقل في السجون الإسرائيلية. أنا عايز الأسير ده بالذات يطلع المرة دي. اذا كان بعده عايش. إن شاء الله لسه عايش. شو اسمه؟ اسمه طارق زياد، من غزة. هو بقاله 16 سنة معتقل. ان شاء الله بيفرج عنه يا اخ ناجي. طيب ما قلتليش هنرجع مصر ازاي؟ كل شيء مرتب بالنسبه لكم. رح تطلعوا من هون على الشام، وبالشام رح بيجي لكم اخ من رجالنا اسمه ابو القاسم، بوصلكم على مصر سالمين امنين. طب وليه ما نطلعش عن طريق لبنان؟ ما بتطلع على طريق لبنان ومعك كل هالمصاري؟ ايه والله ما بتطلع بدولار واحد. عملاء اسرائيل منتشرين بكل الوطن العربي، وانتم صرتوا معروفين بالنسبه لاسرائيل، ولحتى يجيبوكم مستعدين يدفعوا اكثر بكثير من يلي اخذتوه منهم. ناجي عطله هو الزعيم بتاعهم، ده واضح بدون أي شك. كانوا مجندين معاه وهو بيخدم، لكن لما ساب السفارة هناك رجع مصر بسرعة ولمهم تاني. عشان كده في علامتين استفهام مش عارفين نلاقي لهم أي تفسير. الولاد دول راحوا إسرائيل ليه؟ وليه إسرائيل متمسكة بيهم قوي كده؟ طبعا مش ممكن يكون عايز يجندهم في الجيش الاسرائيلي يا فندم. لا لا لا، استبعد الكلام ده خالص. الولاد دول نوايتهم ما تعملش الكلام ده ببساطة وفي الوقت القليل ده. كلهم عندهم مشاكل في حياتهم يا فندم. أنا عندي تقارير عن كل واحد فيهم ما توصلهمش النتيجة من اللي أنت بتقوله. بالعكس، أنا الأوقع بالنسبة لي إن الولاد دول اللي فجروا المبنى بتاع تل أبيب. بس لو كان كده يا فندم، المفروض إن المقاومة اللبنانية تساعدهم مش تسلمهم. مين البت دي؟ محدش عارف يجيب أخبارها؟ لسه يا فندم. شوفوا يا جماعة، المفروض نظريا إن ناجي عطله واللي معاه ما خرجوش بره مصر، يبقى أكيد هيرجعوا مصر في أقرب فرصة. عملتوا إيه مع أهليهم؟ أقنعناهم سعادتك إن هم أشباه، وإن هم شغالين في موقع في شرم الشيخ تحت عينينا، وإنهم راجعين قريب قوي. واقتنعوا؟ سعادتك عارف المصريين ما بيقتنعوش بسهولة، وخصوصا الست أم عبد الجليل دي. ست فظيعة يا فندم ملهاش حل. لولا الملامة كنت قلت لسعادتك تشغلها معانا. ست يا فندم ذكية ذكاء خارق. ايوه